السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين كابتن سلطان في كل مكان. أهلا بيك يا أهلاوي أو حتى لو مش أهلاوي بس بتحب الكورة. الفيديو ده معمول عشانك. احنا خلاص على أعتاب بداية موسم جديد من الدوري المصري، موسم 2025 2026. والماتش اللي الناس كلها مستنياه ماتش الأهلي وفيوتشر. الناس كلها بتسأل الأهلي هيلعب إمتى، الماتش على أي قناة، وتشكيلة الفريق هتكون ازاي، ويا ترى بعد الصفقات الجديدة دي الفريق هيكمل في السكة الصح ولا هنشوف بداية متخبطة. كل ده هنجاوب عليه دلوقتي. خليك معايا لحد آخر الفيديو عشان تعرف كل حاجة، كل جديد عن النادي الأهلي. أول حاجة، الماتش هتلعب يوم السبت اللي جاي 9 أغسطس الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. يعني ماتش سهرة وفي ملعب كبير وجمهور كتير هيكون حاضر، والماتش يبقى نار من أول دقيقة. الماتش هيتذاع على قناة أون تايم سبورت 1، واللي حلو فيها إنها مفتوح مجانيا على النايل سات، يعني مش محتاج اشتراك ولا حاجة. افتح التلفزيون واتفرج يا وحش. نروح بقى للأهلي. المارد الأحمر جاي الموسم ده وهو بطل الدوري بتاع السنة اللي فاتت بعد ما حسم اللقب لصالحه للمرة رقم 45 في تاريخه. بس الأهلي مش بيكتفي، الأهلي دايما عايز ياخد كل البطولات اللي بيشارك فيها، وعلشان كده عمل شوية صفقات تقيلة جدا. الصفقات الجديدة السنة دي أحمد سيد زيزو جاي من الزمالك، ودي صفقة من العيار التقيل. محمود حسن تريزيجيه اللي رجع من أوروبا، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان من تونس، ولسه في كمان مهاجم سلوفيني اسمه نيتس جراديشار. سجل سجل في الوديات. كل دول خدوا مباريات ودية مع الفريق وبدأوا ينسجموا واحدة واحدة. الأهلي لعب شوية ماتشات ودية قوية جدا الفترة اللي فاتت، ونتائجها كانت مبشرة. كسب الملعب التونسي 4-1، سجل محمد شريف هدفين وبن شرقي سجل هدف، والهدف الرابع جه من محمد عبد الله. بعد كده فاز الأهلي على بنزرت التونسي 5-0. تريزيجيه سجل هدفين ومحمد شريف كمان هدفين، وكريم فؤاد سجل الخامس. الماتش اللي بعده كان ضد انبي، الأهلي كسبوا 2-0. اللي سجلوا كانوا قفشة وتريزيجيه من ضربة جزاء. وبعدين كسب منتخب مصر للشباب 1-0. بعدين اتعادل مع بتروجيت 2-2 في آخر ماتش ودي. يعني الفريق لعب وهاجم وسجل أهداف كتيرة، بس في شوية مشاكل في الدفاع ظهرت في آخر ماتش، وده اللي كولر المدير الفني لازم يشتغل عليه قبل الماتش الرسمي. أما فريق فيوتشر فده فريق اتطور جدا في آخر موسمين، وبقى عنده شخصية في الملعب، عنده لعيبة كويسة، مدرب يعرف يقفل كويس ويدافع منظم، وفي نفس الوقت عنده هجمات مرتدة سريعة. يعني لو الأهلي ما دخلش مركز من أول دقيقة ممكن يتفاجأ بهدف. التشكيل متوقع بنسبة كبيرة النادي الأهلي هيكون حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، بيكهام، ياسر إبراهيم، ومحمد شكري. الوسط ديانج، تريزيجيه، محمد علي بن رمضان. الهجوم زيزو، بن شرقي، ومحمد شريف. ده تشكيل أقرب، بس طبعا كل حاجة واردة لأن المدرب بيحب يفاجئنا. والماتش ده مش بداية الدوري، ده كمان اختبار حقيقي للصفقات الجديدة، والناس كلها مستنية تشوف زيزو هيلعب ازاي في التيشيرت الأحمر، وتريزيجيه هيرجع لفورمته ولا لأ، وبن رمضان هيندمج بسرعة ولا محتاج وقت. في توقعات إن الماتش هيبقى هجومي جدا من الأهلي، بس لازم ناخد بالنا من المرتدات بتاعة فيوتشر يا إخوانا، خصوصا إنهم بيستغلوا أي غلطة. وفي رأيي الشخصي لو الأهلي سيطر على نص الملعب من بدري وسجل هدف في أول نص ساعة، الماتش هيمشي في اتجاه واحد. بس لو عدت نص ساعة بدون أهداف هنشوف مباراة فيها توتر وقلق وتبديلات كتيرة. قول لي بقى في الكومنتات توقع نتيجة كام مين هيبدأ الموسم بأول هدف، وشايف مين هيفرق أكتر مع الأهلي السنة دي، زيزو ولا تريزيجيه ولا شريف. كمل فورمته. لو وصلت الآخر متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل ماتشات النادي الأهلي ونحللها سوا بعد كل مباراة. سلام، وأشوفك بعد الماتش يا مان.